السلام عليكم. اليوم لدينا قصة رعب حقيقية ستجعل قلبك ينبض بقوة. إذا كنت من محبي القصص المخيفة وتحب أن تتحدى شجاعتك، فأنت في المكان الصحيح. في مدينة بعيدة كان هناك سجن قديم يعرف باسم سجن الظلال. كان هذا السجن محاطا بالأساطير والقصص المرعبة التي تروي عن أحداث غامضة وأرواح معذبة تسكنه. السجن كان مغلقا منذ سنوات طويلة، لكن الناس كانوا يسمعون أصواتا غريبة تأتي منه في الليل. في إحدى الليالي قرر مجموعة من الأصدقاء المغامرين، علي وسام وليلى ونور، استكشاف سجن الظلال. كانوا يحملون معدات التصوير والكشافات اليدوية، عازمين على توثيق كل شيء يحدث داخل السجن. عندما وصلوا إلى السجن شعروا ببرودة غريبة تسري في أجسادهم. الأبواب والنوافذ كانت متهدمة، والجدران مغطاة بالغبار والعفن. بدأ الأصدقاء بالتجول في الممرات المظلمة، وكانت أصوات خطواتهم تردد صدى مرعبا في أرجاء المكان. في إحدى الزنازين وجدوا سجلات قديمة للسجناء ورسائل لم ترسل. كانت السجلات تروي قصص معاناة السجناء وتجاربهم المراعبة. وبينما كانوا يقرؤون سمعوا صوت صرخات تأتي من الطابق العلوي. صعدوا ببطء إلى الطابق العلوي، وكلما اقتربوا من المصدر زادت حدة الصرخات. عند وصولهم وجدوا زنزانة مغلقة بإحكام، لكن الباب انفتح بشكل مفاجئ، وكأن هناك شيئا داخليا يدعوهم للدخول. دخلوا الزنزانة بحذر، وكانت مظلمة تماما. فجأة اشتعلت أضواء الكشافات وأضاءت المكان بشكل غريب. رأوا ظلالا تتحرك على الجدران، وكأنها أرواح تائهة تبحث عن مأوى. في زاوية الزنزانة كانت هناك مرآة كبيرة مغطاة بالغبار. اقتربت ليلى من المرآة، وعندما مسحت الغبار عنها رأت انعكاسها يتحول إلى وجه مشوه ومرعب. صرخت بقوة، وانكسر الزجاج إلى آلاف الشظايا المتطايرة. حاول الأصدقاء الهروب، لكن الأبواب كانت تغلق بإحكام، والنوافذ كانت محصنة بقوة غريبة. بدأت الأصوات تتصاعد، والهمسات تتحول إلى صرخات غاضبة تطالب بالانتقام. في اللحظة الأخيرة وجدوا بابا صغيرا يؤدي إلى نفق تحت الأرض. هرعوا إلى الداخل، وكان النفق مظلما وضيقا. بينما كانوا يركضون سمعوا صوت خطوات تلاحقهم عن قرب. بعد دقائق من الهروب المحموم وصلوا إلى نهاية النفق وخرجوا إلى الخارج ليتنفسوا الصعداء. لكن عندما نظروا خلفهم رأوا ظلالا تقف عند مدخل النفق تراقبهم بصمت. عادوا إلى البلدة وهم يعلمون أن شيئا مظلما يتبعهم، ولم ينسوا أبدا تلك الليلة المرعبة. أصبحت قصتهم حديث البلدة، وحذروا الجميع من الاقتراب من سجن الظلال مجددا. عندما عاد الأصدقاء إلى البلدة بدأت الأمور تزداد سوءا. كانوا يشعرون بأنهم مراقبون باستمرار، وكأن شيئا مظلما يتبعهم أينما ذهبوا. بدأت الكوابيس تطاردهم كل ليلة، وكانت الهمسات المخيفة لا تزال تتردد في آذانهم. بعد أسبوع من تلك الليلة المرعبة قرر علي التحدث مع رجل عجوز يدعى الشيخ إبراهيم، الذي كان يعرف الكثير عن تاريخ القرية وأساطيرها. الشيخ إبراهيم كان يعيش في كوخ بعيد عن البلدة، وكان الناس يعتقدون أنه يمتلك معرفة خاصة عن العالم الآخر. عندما وصل علي إلى كوخ الشيخ إبراهيم بدأ يسرد له كل ما حدث في سجن الظلال. استمع الشيخ إبراهيم بصبر، ثم قال: الظلال التي طاردتكم هي أرواح المعذبين الذين لم يستطيعوا العثور على السلام بعد موتهم. عليك أن تعود إلى السجن وتؤدي طقوس الطرد لتحريرهم. لم يكن لعلي خيار سوى العودة إلى السجن مع أصدقائه. كان الليل مظلما وهادئا بشكل مخيف. حملوا معهم كتب الشيخ إبراهيم وبعض الأدوات اللازمة لأداء الطقوس. عندما وصلوا إلى السجن بدأت الأصوات المألوفة تعود، والهمسات تزداد. في منتصف السجن بدأوا بقراءة الطقوس باللغة القديمة، وبدأت الأرض تهتز. فجأة
ظهرت الظلال مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت أشد غضبا. بدأت الطقوس تؤثر على الظلال، وبدأت تتلاشى ببطء. بعد ساعات من المواجهة المرعبة، تمكن الأصدقاء من تحرير الأرواح المعذبة. عندما اختفت الظلال، شعروا بالسلام يعم المكان. عادوا إلى البلدة بأمان، وعرفوا أن سجن الظلال قد أصبح الآن مجرد ذكرى من الماضي المرعب. بعدما عاد الأصدقاء إلى البلدة وشعروا بسلام مؤقت، بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها. عزيزي المشاهد، فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. شكرا لدعمكم، ونراكم في الفيديو القادم.